فرحانين يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم ده الموضوع اللي يهمكم، ان الشياطين تخضع لكم باسم؟ ده في ناس في هذه الايام المتقدمه المتحضره يجيبوا قال كوبايه ميه يحطوها قدام التلفزيون، واحد قال بيطلع شياطين. يا رب سامحنا يا رب، ايه شغل العفاريت ده؟ ودي كرازه، كرازه تطلع الشياطين دي. دي مواهب تعطى لكل الناس بدون تعب ولا عربون، تعطى لكل الناس. ولكن المطلوب في الانسان الروحاني ثمار الروح القدس: فرح، سلام، محبه، وداعه، طول اناه، رفق، تعفف. بتاع ربنا. لكن واحد يطلع الشياطين ده مش بتاع ربنا، مش دليل قداسه ان واحد يطلع الشياطين. ولا يقيم موتى حتى لو قام من موته. رأي القديس يوحنا درج يقول: الغضوب لو أقام ميت بصلواته غير مقبول لدى الله. إذا أقام ميت بصلواته مش مقبول لدى الله. طب ازاي يقوم ميت؟ دي مواهب تعطى لكل الناس، والمسيحي والغير مسيحي والبروتستانتي والكاثوليكي والأرثوذكسي، كل الناس. أما سلطان الكهنوت ده سلطان الأسرار، مش الكلام الفاضي بتاع إخراج الشياطين. وهنا ربنا يسوع المسيح في لوقا 10 من 17 ل 20 وبخ الرسل القديسين وقال لهم: انتوا فرحانين ان الشياطين بتخضع لكم باسمي؟ رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. والشيطان ده يساوي حاجة؟ يساوي نوثينج، ما يساويش حاجة، ملهوش سلطان اصلا على الارض. يجي واحد يقول كاتبين لي كتاب. كاتبين لك كتاب؟ يعني ايه كاتبين لك كتاب؟ يعني الشيطان جايبين له شيطان يكتب له كتاب علشان ما يتجوزش، علشان ما يكسبش، علشان ما يربحش، علشان يتعكنن، عشان يتنكد. ونقول له لا طبعا يا ابني، ده لو الشيطان ليه سلطان ما يجوزكش وما يربحكش ويعمل لكش وله سلطان على البشريه، كان خد الناس رمى شويه في البحر الابيض المتوسط وشويه في البحر الاحمر وشويه في المحيط الهندي. ملهوش سلطان من اصله، ملهوش سلطان. عشان كده قال لهم ده الشيطان ده عامل زي البرق. البرق يعمل هيصه كده وتلاقي الدنيا طبقت ولا حاجه، يطلع على ما فيش. يتلاقي يملوا على شجره البرق والرعد ده يخلص عليها، لكن ما يقدرش يعمل ولا حاجه، من اصله ملوش سلطان. قال لهم انتوا فرحانين ان الشياطين بتخضع لكم باسمي؟ رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، وكمان اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحياه والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ولكن افرحوا، لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم باسمي، افرحوا أن أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. وإلى يومنا هذا اللي واخد كهنوت مش يفرح إنه خد كهنوت، لا، يمشي عدل في الكهنوت عشان يرث ملكوت السماوات. وإذا ما مشيش عدل في الكهنوت ذنبه على جنبه. في هرطقة كتير كانوا أصحاب كهنوت. داريوس كان واعظ مشهور، وعظاته كانت تدوب القلوب، ولكنه فقد أبديته. أوريجانوس كان علامة وتتلمذ على يديه كثير من الآباء واخدين كهنوت، ولكن ماذا أخذ أوريجانوس؟ إلى يومنا هذا ما فيش حد من الآباء البطاركة قدر يتجرأ يحل أوريجانوس من أخطائه ويعترف به إنه قديس. واللي حرمه كان البابا ديمتريوس الكرام، الراجل اللي قالوا عليه جاهل وما بيعرفش يقرأ ويكتب، عمل حساب الأباقطي
ولكن كان أوريجانوس مضروب بضربة العظمة، عظاته جميلة، تلاميذه كتار، وقال على نفسه كيف سقطت أيها الجبل العالي. طبعا جبل عالي لكن وجع. مش الحياة الأبدية كهنوت ولا الحياة الأبدية معمودية، لا، الحياة الأبدية إنه يتفاعل مع المعمودية ويبقى قديس بأعضاء المعمودية. لكن جاست إنه ينزل في المعمودية لا طبعا، مش هي الحياة الأبدية. ده يقول كثيرون يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم. وأنا زعلان من معلمنا لوجا لما بيكمل فيها دي، معلمنا متى يقول له وأحيانا بني الملكوت يطردون خارجا. ده كلام برضه، معمول لنا الملكوت ونطرد منها؟ ده كلام. امال عايشين على الارض ليه؟ فقال لهم ده فرح، حتى في الفرح الكنسي الروحاني هناك فرح باطل، ان واحد يفرح بخرج الشياطين. انا مش عارف ايه حكايه الكتب الايام دي. ناس كتير قالوا ايوه البنت اتفكت مرتين، يكون حد كاتب لها كتاب؟ لا يا عم نصلي لها. قالوا نعمين، عملت دكان وفشل الدكان ورحت فتحت دكان تاني، مش نعم. يكون حد كاتب لنا كتاب؟ ايه كانت الكتب دي؟ ايه كانت الكتب دي؟ كتب ايه؟ كتب ايه؟ في شيطان وفي عمل الشيطان وفي عوان الشياطين، واللي بيعملوه الشياطين اكتر من اللي بيعملوا الناس، واللي بيعملوه اعوان الشياطين اصعب من اللي بيعملوه الشياطين. في بعض الناس الشياطين يتعلموا منهم الشجاوه من اللي بيعملوه، ولكن كل الشيطان على بعضه مثل برق، وربنا اعطانا السلطان على الشياطين وعلى كل قوة العدو وعلى الحيات والعقارب. فقال للتلاميذ القديسين ما تفرحوش انه ان الشياطين بتخضع لكم باسمي، افرحوا بالحري. انت عمدتوا تروحوا ملكوت السماوات، تجروا في الانجيل، تعرفوا كلمة الحياة، تصلوا إشبية. مرة قلت تهت الإشبية. فين الإشبية دلوقتي؟ تهت الإشبية. صلي بالإشبية والمزامير تطرد الجلد. ده في شكوى عامة وسط الناس اللي هو الجلد، اضطراب. وعشان كده الضغط بيشتغل والجلطة بتشتغل والسكر بيشتغل، جلد. اللي معاه 100 مليون بيتاجر فيهم جلجان، واللي معاه 100 بيضة بيتاجر فيهم جلجان، وده جلجان وده جلجان. وال100 بيضة ممكن يجيبوا ضغط، وال100 مليون يجيبوا ضغط. وعدو الخير لا يهمه ال100 مليون ولا ال100 بيضة، يهم يجيب لك الضغط بالجلد. طب ما في دارس امريكي قال برينج سالمز كيبز وورز اواي، الصلاة بالمزامير تطرد القلق خارجا. ده صلاة التسبيحة بتاعت نص الليل اللي موجودة في الأديرة علشان حرب الشيطان اللي بيحارب الرهبان، فبيقاوموه بالمزامير. غالبا كل واحد فينا من غير صلاة مزامير عامل زي ضابط ب3 دبابير أو بشوية دبابير. الحرامي ما يخافش من دبورة الضابط، يخاف من السلاح بتاعه. فاللي معاه مزامير معاه سلاح، واللي معهوش مزامير ذنبه على جنبه، هيدعق الشيطان. ماري إسحاق السرياني قال من يهمل قراءة المزامير ولو وصل إلى أعلى الدرجات الروحية ينحدر سريعا، يجيب مرشرادير. فين المزامير؟ ده أنا خايف تكون جابت مرشرادير في الأديرة، خايف تكون جابت مرشرادير في الأديرة، والراهب عليه المزامير من الجلدة للجلدة إفريتيه، ياخدها من الجلدة للجلدة. وكل ما اتكلم في الدير وسط الآباء اتكلم عن المزامير. أهملت في هذه الأيام وادت فرصة للشيطان عشان يشتغل بإيه؟ جلد. تعرفين الحرب بتاع الرهبانة إيه؟
مش الجنس الآخر، لا. امال ايه؟ ضجر، ملل، جلد. في حاجة اسمها وجع قلب. أصل في كثير من الناس مفكرين حب ربنا في الجنس الآخر. لا 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 لا، ده سهلة قوي دي. الملل، مش عاوز ياكل، مش عاوز يصلي، مش عاوز ينام، امال عاوز ايه؟ يقطع خلقاته. حرب. اذا مسك المزامير وتسلح من المزامير يطرد الشياطين. اذا بعد عن المزامير قال لهم الشياطين دول سهلين، افرحوا ان اسماءكم كتبت في ملكوت السماوات. ده احيانا واحد يفرح بخطيه يعملها، زي ما تروح في شارع الهرم وتلاقي الدنيا هايصه وبيرقصوا وبيزمروا، ونقلوا هذا الفرح بالإثم للكنيسة. يجي في الفرح وأول ما يحل الروح القدس ويخلي 2 واحد جسد يروحوا طالعين على الرقص. قال العروس والعريس يرقصوا. قال ايه يا رب ده؟ واحنا اتجننا؟ ده ميكيال بنت شاول الشريرة لم يعجبها داوود النبي جوزها لما رقص قدام تابوت عهد الله، وقالت هذا هو ملك إسرائيل الرجل الهزؤ ده اللي بيرقص. وكان يرقص أمام تابوت عهد الله. أنا مش عارف بيرقصوا في الأفراح ليه؟ على إيه؟ طب ليه؟ ده سر كده. ده بنقول للعروسة والعريس قبل ما يتجوزوا تعالوا اعترفوا وتناولوا علشان تبقى حياتكم كويسة مع ربنا. بنقول لهم تعالوا تناولوا. ده طوبيا قال لسارة اللي كان كل اللي يتجوزها الشيطان يقتله ويموته ويذبحه، قال لها نصلي اليوم وغدا ونعرف بعضنا البعض بعد غد اننا اولاد الله. وطلع قانون في قوانين الكنيسه ان يجب ان العريس لا يعرف عروسته الا في اليوم الثالث، لئلا تصغر في عينيه ويصغر في عينيها وتحس انه خدها من اجل هذا السبب الشهواني. فعرفها قال في اليوم الثالث. وكانوا زمان يكللوا في رفع بخور باكر، بين رفع بخور باكر والقداس، وبعد كده يجيبوا الكنيسه كلها حاضره. انك انت لما بتتجوز بتعمل كنيسه صغيره بتنضم للكنيسه الام، فما تدعيش اصدقائك بس، كل الكنيسه تيجي ويعيشوا قال في الكنيسه يومين يروحوا بعدين. وعشان كده كان في خير. دلوقتي عكس كده بقى، فرح بالاسم بالخطيه يخلصوا. صدقوني يا جماعه، في بعض الناس بيصرفوا اموال على الافراح تكفي لمدن من اخوه الرب. صدقوني تكفي لمدن من اخوه الرب. وفرح بايه؟ بالاسم. بدل اولها دنس هتبقى حياتك دنس. ومن له اذنان لسمع فليسمع. ومن هنا تاتي المشاكل. ياخدوا لهم ليله ويرقصوا فيها ويلعبوا فيها، وبعد كده يروحوا ياخدوا لهم اسبوع مش عارف في الغردقه كان ولا في شرم الشيخ او في اليونان، ومش عارف في بوتلندا كان ولا اسكتلندا، ويجوا ويشتغلوا في الدنس وتبقى اولها دنس وحياه دنس. فرح بالاسم. يقول ايه بقى؟ يقول في كورنثوس سورة 3 لا تفرح بالاسم بل يجب ان تفرح بالحق. وما هو الحق؟ ربنا. ايه هو الحق بتاع ربنا؟ احنا لما نيجي في العيادة ونقولوا حتى الاباء هم في السجن في 81 عملوا كده. هم قاعدين في السجن يجيبوا القفاصه تحت البرتكان ومعاهم بتاع ناقوس ويدوها بقى لغايه ما عددوا الناس اللي حبسوهم. قالوا احنا حابسين مين؟ ده احنا حابسينهم عشان نتعب اعصابهم. احنا اعصابنا ما تتعبش لو كنا بنفرح بالحق.
يجي في الاعياد يقول ايه ريني با، شغل فرح يا عم. يدخل اب الاسقف في الكنيسه ايه كائن ما تقول الحيطه ما ترقص. مبارك انت مع ابيك الصالح، فرح بالحق وليس بالاسم. الفرح اللي ربنا حطه لنا بالحق. عشان كده قلت ربنا ادانا 14 عيد، 7 كبار 7 صغيرين. ليه؟ عشان نفرح. مثلا عيد الميلاد 29 كحك او 28 كحك، وعيد الختان 6 طوبة، وعيد الغطاس 11 طوبة، وكان الجليل 13 طوبة، ودخول المسيح مصر شاب كم بالشمس وبتاع. نخلص من عيد نطلع بعيد. عاوز يفرحنا بالحق بالكنيسة، يبقى إنسان فرحان بحاجة تكون. ربنا قال للتلاميذ لا تسيبكم من الفرح بتاع الأرض ده، ولا حتى يخرج الشياطين ولا المواهب. خليكم في مثال افرح مثلا لما تكون في خطية وبطلتها، يبقى فرح بالحق. وحتى السماء بتفرح في الإنسان اللي بيرجع عن الخطية، زي ما حصل في الابن الصغير. أول ما شافوا الأب من بعيد في عظم العظات، قلت الواد عشان عمل خطية وخد الفلوسات بتاعت أبوه، وعيب إن واحد يقول لأبوه هات نصيبي في حياته، عيب قوي. وخد فلوسات أبوه وضيعهم في كلام فاضي مع الزناه والناس لأي كلام. هو لما جات له الفكرة إنه يروح لأبوه خاف. في عظم العظات قلت وقف أول البلد قال يا بابا، عشان يشوفه يقول له إيه. طبعا لو واحد مننا يقول له لو جيت عندي، ولكن ربنا يفرح بالخطاة يرجع. لما رآه من بعيد تحنن وركض وقع على عنقيه. أما الابن الكبير اللي عاوز يفرح بالفرح الباطل، يفرح قلب الجدي. جدي ايه يا ابو العم؟ يقول له ايه لابوه ايه؟ يقول له ابنك هذا ضيع اموالك مع الزنا والعشارين وادالهم مش عارف ايه، ولما جه تعمل له العجل المسمن وخاتم ومش عارف في رجليه، وانا لم اطلب منك جدي قط لافرح قال مع اصدقائي. يا اخي ده انت تعبان في مخك قوي. طب اطلب عيش، طالب لك يا اخوي جدي. هم كده بتوع الفرح البطن بتوع الارض. يفرح باكل الجدي، يفرح باكل الجدي، وده الفرح بتاعه. لكن اما الاخر اللي فرحان بعودة ابنه من يا ريت يكون الفرح الارض مش فرح، وحتى بالعطايا الروحية مش فرح. شوفوا ده سليمان الحكيم يقول مهما اشتهت عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعبي، وهذا نصيبي من كل تعبي. ثم التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي وبفرح بيها، والتعب اللي تعبته والفرح اللي فرحته، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أيضا أمثال 15 يقول الضحك، في الضحك يكتئب القلب، كثرة الضحك تموت القلب، وعاقبة الفرح حزن. واحد يضحك كتير ويهيص كتير يروح بعد كده تتقلب. وأيضا يقول قلب الحكام في بيت النوح، وقلب الجهال في بيت الفرح. الناس الحكماء يصلوا
يعملوا لهم مطانية جد. ده حتى الإنسان الرسمي تلاقيه جد جدا. ده كتب القطمارس الكنسي، التقليد الكنسي على ربنا يسوع المسيح، يقول: لم يرى ضاحكا مرة ولا مرة، وكان مبتسما باستمرار، مبسوط كده فرحان، لكن ضحك لا. والقديس كليمندس السكندري يقول: من الآن لا ضحك ولا انحلال ولا قهقهة، وبيعتبر ان القهقهة نوع من الانحلال. وفي واحد لما يضحك ايه ده؟ عاوز له كده محيط 100 كيلو حواليه عشان يتحرك. روق. في ارواح في الهواء تشوفك تنكدك يا مسكين. الناس بتوع الصعيد الحكماء كانوا لما يضحكوا كتير قال: لما يجعلوا خير يا رب. مش عارف احنا مالنا حصل لنا ايه؟ تقول عبط. روق يا عم. كان زمان يكون عنده بالملايين، ايام الملايين ما كانت ملايين، وما يجيبش عربيه، يروح بتاكس لحسن حد ياخد باله منه. واحنا دلوقتي الواحد يكون معاه 100,000 يجيب عربيه ب 200,000. وبيتجاهل عيون الارواح الى اخره. يقول: الحماقه فرح لناقص الفهم. الضحك الكثير والهيص الكثير فرح للإنسان ناقص الفهم. أما ذو الفهم فيقوم سلوكه، يخلي سلوكه ناجح. المهم ربنا عملنا عشان الفرح، ونبقى نفرح ونعيش مبسوطين وناكل ونشرب والى اخره، ونهيص ونصيف والكلام ده كله. ولكن الفرح الحقيقي بتاعنا بالاعياد، بالاصوام، بالعلاقه مع ربنا، بمحبه العدو، بتنفيذ الوصيه. تنفيذ الوصيه يعني واحد يهني ما ازعلش، لكن لو هنت واحد ازعل. لو واحد ظلمني ما زعلنيش، لكن لو ظلمت واحد ازعل. يقول: احسبوه كل فرح يا اخوتي لما تقعون في تجارب متنوعه. يقول لهم: طوباكم اذا طردوكم عايروكم وعملوا فيكم كل شيء شرير من اجل افرحوا وتهللوا. طب نفرح على ايه؟ على الطرد. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في ملكوت السماوات. قلتها مرة وكررها مرة تاني: المسيحي يمشي جنب الحيطة يا عيني عشان مسكين، وحد يشتمه يبتسم، يروح يقول له: يا نصراني يا جبان. يقول له: أنا مش جبان، أنا مش فضيلك أضيع وقت معاك وراي حياة أبدية. طباكم إذا طردوكم عايروكم وقالوا فيكم كل شيء. في فرق يا جماعة بين الخضوع والخنوع. الخنوع جبن، لكن أما الخضوع وصية. الخنوع جبن، لكن أما الخضوع يقول إيه؟ اخضعوا لكل ترتيب بشري في الرب. يعني إيه؟ يعني أنا من بلد ومعي واحد تاني، والراجل التاني اللي من البلد عيلته أي كلام في كلام، لكن ليه رتبة كنسية أو في العهد مخضع له. هو عيلتي أحسن من عيلته، لكن الكتاب يقول: اخضعوا لكل ترتيب بشري في الرب. ربنا يدينا كلنا نميز الفرح العالمي عن الفرح الروحاني، وادينا الفرح الروحاني وعيشنا فرحانين باستمرار في كنايسنا وفي أديرتنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا وفي مصرنا وفي حياتنا وفي أكلنا وفي شربنا، نبقى مبسوطين بعمل ربنا في داخلنا. لنا المجد دائما أبديا آمين.